احنا الدنيا هذه غير ما تستناش ترتاح وما تستناهاش تولي بارفيت 100%. انما هي دار ابتلاء. وعرف بان الخير لو كان يدخل فينا نفسدو. وهذا اللي قالوا النبي عليه الصلاه والسلام، قال الفقر تخافون. اسمعهم يحكيوا المشكل في الفقر وكذا، خرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم من داره في الجامعه، حكاهم يحكوا الصحابه. قال لهم الفقر تخافون. قال لهم خايفين من الفقر؟ قال لهم والله لا يشكن ان يصب عليكم الخير صبا، ولا يغدون احدكم في لباس ويولي في لباس. انا رايحين الصباح نلبسوا لبسه ونعاودوا العشيه لبسها. وهم الصحابه واش كانوا؟ كان لبسه واحده ينشرها ويستنى يقعد عريان حتى تنشف يعاود يلبسها. كانوا لبس عليهم. قال لهم بصح نهار تولوا تبدلوا وتفتح الدريسينغ وعندك 100 لبسه داخل والخزانه معمره وما لقيتش وين تديرها، وتقول هذا اللبسه هذا السروال هذا عندي شحال ما لبستوش، ما لحقتش الداله عنده. نهار تولوا تما تولوا فاسدين. نهار يولي عندكم الخير تطغوا. ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. وعرف ان قانون الله تبارك وتعالى في الارض عادل. عرف هذا الشيء عمر واش دار؟ كي مات الرسول عليه الصلاه والسلام ومات ابو بكر الصديق وحكمها عمر، واش دار؟ افتح الفتوحات اللي ما فتحها حتى واحد، وبدا الخير يدخل في المدينه وبدات الناس تترفه. وعمر بن الخطاب كان شاف هذيك الازمات اللي مرت عليها الصحابه، ولا يقول للصحابه انت اللي كنت عاري ولا عندك خدامين، ولا يحكم ابا هريره ويحكم الصحابه يقولوا انت اللي كنت تمشي على البغله وكنت عاري ما لقيتش واش تاكل. واحد الوقت في وقت النبي عليه الصلاه والسلام وليت عندك القصور والخدامين. قال هذه مهلكه لينا راحت، ماشي معناتها المال ماشي مليح، وانما لما تفتح علينا الدنيا نخافوا على انفسنا نولوا التنافس من بعد. عندك وزين انا لازم لي زوج، ما لازمش تغلبني ويولي التنافس، لان فتوح الدنيا يوحي للناس تنافس بلا ما يفيقوا ويفسد الطباع بعد ذلك. وهذا نحن موجودون فيه الان. فلذلك الان عمر اللي ما عرف واش دار، حبس الفتوحات. قالوا له علاه حبست؟ قال لهم رايت الناس قد شغلوا بالدينار والدرهم. الناس قاعدوا يشتغلوا الان باش الدينار والدرهم ويدخلوني دراهم لازم نخدمهم، يدخلوني دراهم لازم نخدمهم. ولات الناس ما عندهاش اهميه في الدين، عنده حاجه الاهم اللي هي الاموال. والدين ولا عباره عن شيء زايد عندنا كيما احنا اليوم مع العشيه كامله بدا يروح يصلي المغرب العشاء، الصح كامل في النهار كومبلي وشنو هو؟ ان الدنيا هي الصح، ولا الصلاه ولا الدرس ولا هذاك نديروا شغل حاجه كيما الهوايه تاع الرياضه وكذا، حاجه زايده لان شغلنا بالدنيا. اما اللي عنده هم الدنيا هم الاخره والدنيا هي الثانيه، في واللي همه في الصباح والمساء همه هو الاخره. والصحابه همهم الاخره، والدنيا كانت عندهم امر ثانوي يمشوا به الحال. كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره. اعظم مشكل في الانسان انه عجول، اعظم مشكل فينا، وهي مصيبتنا في المعاصي، مصيبتنا في المعامله مع الله، مصيبتنا في المعامله مع القضاء والقدر، مصيبتنا في حل المشاكل. ولكنكم تستعجلون، فلا يحملنكم استبطاء الرزق ان تاخذوه بمعصيه الله. شوف الان ان نفسا لن تستوفي، لن تموت حتى تستوفي رزقها واجلها. وقال النبي عليه الصلاه والسلام بعدها مباشره واش قال؟ باللي الرزق مخبي من اللور، برك انت راح توصل له، انت برك حبيت العجله. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يحملنكم استبطاء الرزق ان تاخذوه بمعصيه الله. هو غير راح تدور في الفيراج بك تلقاه. انت واش حبيت وتجيبه، سرعت ديت الحرام. هذيك اللي كنت كليتها بالحرام كنت استنيت شويه تاكلها بالحلال. هذا ما كان. احنا دائما الشباب نقول لهم شوف، تحب تتسقم سقم الهدف تاعك برك. وعلاش راك موجود في الدنيا؟ عندك زوج اهداف، هدف دنيوي نسميه احنا هدف حيواني. هذاك الهدف الحيواني تقضيه ويروح، تتزوج وتجيب شهاده وتدير الدار وتدير طوموبيل وتدير كذا وتعمل وتكبر وتدير دراري، هذا هدف حيواني. وهذا الهدف تخدم على جالو بصح ماشي هو الصح في حياتك. اهم حاجه في حياتك ان تموت مسلما نقيا امام الله، هذا ما كان، انك تنجو يوم القيامه. هذا هو الهدف تاعك. كي دير هذا الهدف راك ماشي في طريقك والامور هذه تعاونك، تولي انت تخطيك من الامور الاخرى. اي حاجه تجيك هكذا تقول انا ما خاطيني، انا عندي طريق راسمها، عندي مشروع في الحياه. تولي اخلاقك مليحه، كلام تاعك مليح، كلامك القصره ديالك مليحه، تولي كل حاجه فيك مليحه. لماذا؟ لانك احسنت الهدف فاحسنت الطريق. اللي ما عندوش هدف يروح اليمين على الشمال، ومن بعد دار هذيك يحكي على هذيك يحكي على هذيك، ومن بعد تلقاه ايامات مهتم بهذه ومن بعد ايامات مهتم بهذه، ومن بعد الشامبيونه ومن بعد لاكوب ومن بعد كذا، حتى يخرج مسكين في حياته. حتى تلقى عمره كذا شاب طاح شعره ما كاين والو الحياه، حياته كامله الهم نتاعو في الحكايات هذوما، هذا ما كان.
ويحكي على الناس، يتبع اخبار الناس، مسكين اي حاجه يدخل معاها، ما عندوش هدف، ويروح اي مكان ويضيع الوقت في اي لحظه ولا هدف له في الحياه. كي تسقم احرص على ما ينفعك، هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام، احرص على ما ينفعك. شوف اي حاجه تنفعك احرص عليها، اي حاجه ما تنفعكش اتركها ولا تلتفت اليها نهائيا ابدا.